مرحبا بكم بقناة المملكة الإخبارية. والآن إلى العناوين. عاجل أشرف حكيمي يدخل التاريخ من بوابة العالمية ويكسر رقم داني ألفيس. والآن إلى التفاصيل. في إنجاز غير مسبوق، كتب الدولي المغربي أشرف حكيمي اسمه بأحرف من ذهب في سجل كرة القدم العالمية، بعدما أصبح أكثر ظهير أيمن صناعة للأهداف في موسم واحد، متجاوزا الرقم القياسي السابق الذي كان بحوزة الأسطورة البرازيلية داني ألفيس. حكيمي يحطم الرقم القياسي ويقود باريس سان جيرمان للانتصار التاريخي. واجه هذا الحدث التاريخي في مباراة نارية جمعت باريس سان جيرمان مع بايرن ميونخ ضمن منافسات دور ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025 التي تحتضنها الولايات المتحدة الأمريكية. وتمكن حكيمي من صناعة هدف عالمي بعد تمريرة ساحرة لزميله عثمان ديمبلي الذي أودع الكرة في شباك الحارس الألماني مانويل نوير، يساهم في فوز النادي الباريسي بثنائية نظيفة واقتنص بطاقة العبور إلى نصف النهائي. وبهذا الأسيست وصل أشرف حكيمي إلى التمريرة الحاسمة رقم 26 هذا الموسم، متجاوزا رقم داني ألفيس التاريخي 25 تمريرة مع برشلونة في موسم واحد، وليصبح رسميا أكثر ظهير أيمن صناعة للأهداف في تاريخ كرة القدم خلال موسم واحد. إنجاز أشرف حكيمي لا يعكس فقط تألقه الشخصي، بل يمثل امتدادا للنهضة الكروية التي تعيشها الكرة المغربية على الصعيد العالمي. فقد بات اللاعب الملقب بالقطار السريع أحد أعمدة باريس سان جيرمان وأحد أفضل اللاعبين في مركزه في العالم. شكرا، هذا كل ما في الموضوع بقناة المملكة الإخبارية. إلى اللقاء.